تنزلوا على شكل عزاز علينا ده شايل النوم علينا خطيره جدا ندى تلعب كره جميله لسميه حسن ذكر اساطير الزمن الجميل امثال عشا الفلاتيه منى الخير البلابل الرائعه التي اعتزلت مبكرا حنان النيل تلعب المحترفه الوحيده في وسط دنيان نانسي عجاج لسرة غرزه يلا نجاة ادخل دورة من موجود مش ممكن نجاة تقول خيرتك يا كرتي فاختاري بين ان تعاند الشباك وبين ان تذهب الى الربع في المدرجات فاخترت ضبع الشباب في المقدمه اذا هذا برائحه محلبيه ميسو والله عمرت الذهب وعدات العيد وجمال اللونين الازرق والابيض. المباراة جاية يا اخواننا قمة سودانية مسخنة مولعة نار تقول مقطعين فيها شطة قدرة مباراة صعبة مباراة تقول ما فيها مكوجي صعبة مباراة حارة قمة سودانية هلال مريخ نحضرها بصوت المعلق الوطني الرشيد بدوي عبيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواننا في كل مكان تحية مباركة من استاد الهلال بأم درمان ونقل حي مباشر مباراة فريق الهلال والمريخ للمرات القديمة جدا طبع فني كبير للجمهور السوداني ولا وقت لاستشكال تفاقين على العموم المريخ بيلعب بالزي الأحمر الكامل تاخذ النجوم الصفراء والهلال بيلعب بالزرق الكامل تاخذ الهلال البيضاء. ده 15 من زمن الشوط الثاني لا زال الهلال متقدم بهدف مهند الطاهر. طيب ده كرة عرضية ماخذ فيصل عجب مرة لمكسيم راح الثاني بيلعب الكرة للاعب يقطع منه كانجا بيروح الثاني بيلعب كرة عرضية تجي لعمر بخيت بيلعب لكانجا مرة ثانية مرة الثاني بيلعب لعمر بخيت تلقات هلالية ولا أحلى لسيف مساوي برجع بيلعب لكاريكا لبيشا هو الجول ضربة موجود بيشا هدف ولا احلى ولا اجمل ولا انضفها قنبله في مقص المرمى لما يرى الحذر داخل الشباك زميلنا عبد الرحمن عبد الرسول انطباعك حول هدف الهلال الثاني؟ حقيقه افتكر صاحب الهدف الحقيقي. عايزين يا اخواننا نقدم مدحه من المادح وللمادح الشاب الجيلي الصافي يلا. البراعي من ملك الهوى مدح لحبيب كان الدواء بنهج سمر وارتوى الطرير والعين تحن تلقاه في نهر الكرام يسبح مع العاشقين سوا. نانسي عجاج خشي. ظلموني الناس ونسيوا هواي عشقي وفي عالمي فراي ظلموني الناس يملك حبي والبيان لشان حبك ظلموني الناس. شكرا جزيلا لكم بريم الفنية. كان معكم الفنان محمد كوكي الفنان عفيف الدين. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. شكرا لأسرة قناة جون الرياضية. الآن يعني يشهد الهلال احتفال الإبداع والإنجاز في بداية موسم إن شاء الله لانطلاقة الدوري السوداني الممتاز برعاية السوداني والتجهيز للبطولة الإفريقية. بداية إنابة عن مجلس إدارة نادي الهلال نشكر هذه الجماهير الوفية، جماهير الهلال العظيمة، جماهير الهلال التي أتت من كل صوب ومن كل حد لمناصرة الهلال ولمؤازرة الهلال، فلهم
التحيه ولهم الشكر، ولا بد لنا ان نشيد بكل اللجان المساعده التي يعني ساهمت بفعاليه كبيره جدا في انجاح هذا المهرجان. وانا اقول نحن في مجلس اداره نادي الهلال هذا هو تجديدنا، العمل في صمت وبتجرد لخدمه وازعاج جماهير الهلال. والان انتم تشاهدون الدرر الجديده مع اللعيبه القدام، وهذا الهلال حيكون موسم 2013. نقول كتر خيركم اخواننا في قوم مره ثانيه، ولكن خلونا نستمتع بالمهرجان، وارجو انكم تاخذوا لقطات للجماهير الهلال لانه هم الاهم مننا نحن كدارين. شكرا لكم.
سيكارا بالرقم 3 سيدي بي بالرقم 8 محمد تناوي بالرقم 20 وهدف جميل وايضا ضمن تدبير بالرقم 5. فزار حامد يسجل هدف التعادل الدنيا دي مغلباني مية مية ومن حبايبي ظلماني مية مية يا ربي ترحم زماني مية مية ورجع لي حناني مية مية أنا من هواك مجروح يلا قول وانساني مية مية الهلال مية مية الهلال مية مية غزال مية مية كريكة مية مية عمر بخيت مية مية دبشة مية مية الحب أصله بالنية بقى للناس أذية مية مية وما بتفرق معايا مية مية ومريدك كفاية مية مية يا رخي صرت حبي ورضايا مية مية الدنيا حلوة لبرايا مية مية أنا قلبي منك داب وفالح في أزايا ومية مية أيوة مية مية الهلال مية مية هلالنا مية مية البرير مية مية كله مية مية لعبتنا مية مية إدارة مية مية جمهور مية مية جمهور مية مية هلال مية مية صفقة 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 مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد بصحبتي كما تابعتم الاستاذ الجليل هاشم ملاح واسم اخر محمد الكوارتي. تحيه لاسره الكوارتي. هذا المساء عبر ملعب نادي الهلال هناك فقرات تكريميه، جهد كبير جدا بذل من قبل اللجنه لانجاح هذا اليوم، وسماء ام درمان اضاءت بالالعاب الناريه وغيرها من الافراح. جمهور كثيف جدا وكانها مباراه مهمه في الديربي الافريقي للهلال. ابدا بالصغير استاذ هاشم. من ابناء الهلال محمد مبروك هذا النجاح، هذا التكريم وهذه الاحتفائيه. اعتقد انه ما نسيتوا زول من الذين قدموا للهلال الكثير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، يعني الحمد لله رب العالمين. من ابناء الهلال محمد مبروك هذا النجاح، هذا التكريم وهذه الاحتفائيه. اعتقد انه ما نسيتوا زول من الذين قدموا للهلال الكثير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح، والحمد لله رب العالمين على هذا الحضور الكثيف. يعني حقيقه منذ قرار مجلس اداره نادي الهلال بتكوين اللجان لمهرجان الهلال، يعني كل هؤلاء الشباب كانوا يعني في حاله بتاعت اجتماعات متواصله وفي حاله بتاعت يواصلون الليل بالنهار من اجل اخراج هذا المهرجان وهذا العمل بهذا الشكل الجميل اللي بيشبه الهلال. فنحن والله في لجنه البرامج وجدنا كله تعاون، وجدنا كله يعني من مجلس الاداره وزلوا لنا كل الصعاب، واللجنه المنظمه بقياده اخونا هاشم ملاح، والحمد لله رب العالمين. والف مبروك للهلال والف مبروك لجمهور الهلال، وان شاء الله نبدا موسم جديد، موسم استثنائي، موسم للهلال باذن الله تعالى. محمد خليك حضور استاذ هاشم. ابناء الهلال كثروا وانتم تدرجتوا التدرج الطبيعي زي ما احنا بنحلم، انه ما داسين كلمه انه احنا هلال دي يعني طبعا بالتاكيد وحاجه مفخره بالنسبه لنا انه نتدرج عبر المدرجات ومن ثم العمل ده عشان ما تثقلنا نبقى نعرف شنو الشان الاداري. يعني الان الجمهور الكبير اللي بيتابع فيه كميه من الاهله خارج السودان متعطشين نشوفوا الهلال ده على مستوى الشاشات المختلفه. الجمهور ذواقه بيعرف في الكوره. الان هلال 2013 اللي بيشوفوا الان جزء من المباريات بشكل مختلف، مجموعه من المحترفين الذين اتوا ما شاء الله يعني بدايه موسم، ولكن واضح المخزون اللياقي هذا نتاج طبيعي للمعسكر اللي قاموا الهلال كان ذات فائده كبيره يعني. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه الشكر لاخواننا في اسره قناه جون الرياضيه، وحقيقه من لا يشكر الناس لا يشكر رب العالمين. حقيقه نحن اليوم نحتفل بمهرجان الابداع والانجاز الهلالي، وبدايه يعني نشكر جمهور الهلال الوفي العظيم،
ونحن نيابه يعني عن مجلس اداره نادي الهلال بنشكر كل اللجان المساعده، اللجان يعني التي يعني يقودها شباب وهم مستقبل الهلال باذن الله بقياده اخونا كوارتي والمجموعه العامله. حقيقه نحن في مجلس اداره نادي الهلال حاولنا نبعد نفسنا عن تنظيم المهرجان وتركنا الشباب يتدربوا، ولكن نجحوا يعني بنسبه كبيره جدا جدا، ودي شهاده للتاريخ. الهلال دائما يعني في كل امسياته الجميله هو دائما الرائد والغائد والمبدع دوما. وانا افتكر يعني البرامج التنظيمي لهذا المهرجان كان فيه نوع من الابداع ونوع يعني جميل وانجاز جميل. واليوم بنشاهد ان احنا 20 دره زي ما نحن قلنا مجلس اداره نادي الهلال ده يعمل في صمت وفي تجرد، وهمنا الاول والاخر اسعاد جماهير الهلال، فلكم التحيه. ونحن نقول ده يوم تاريخي ويوم مشهود في حق الهلال، ويمكن يعني اخي شاهدتوا يعني الابداع الهلالي في هذا المهرجان.
جمهور غفير مشاهدينا الكرام تابع هلال الملايين عبر الموسم 2013 واستقبال كان كبير لهلال عند قدومه إلى أرض الملعب. اللجنة المنظمة عدت الكثير من البرامج الفنية وهناك الغنائية والتكريمية وهدايا مقدمة للجماهير وألعاب نارية أضاءت سماء أم درمان استقبالا بالهلال العام 2013. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة عبر قناة جون وإلى الملتقى.